M5 CS أقوى وأسرع ما أنتجته الشركة البافارية في تاريخها. الام 5 سي اس عبارة عن وحش بكل ما في الكلمة من معنى، والسي اس اختصار لكلمة كلاب سبورت. والام 5 سي اس عليها محرك جبار V8 اللي هو 8 سلندر على حرف في 32 صباب 4400 سي سي 2 توين باور تيربو، متوصله بفتيس اوتوماتيك 8 نقلات ام سبيد سبورت شيفت دويل كلاتش، بيخرج الباور اللي طالع من المنظومه دي كلها للاربع عجلات عشان العربيه دفع كل العجلات، وتقدر تتحكم فيها من خلال زرار جوه العربيه تخليها دفع خلفي فقط اللي هو نظام الدريفت مود. المنظومه دي كلها بتطلع 627 حصان و750 نيوتن متر عزم، بتوصل العربيه من 0 ل 100 في 2.9 ثانيه بفارق 2/10 جزء من الثانيه عن الام 5 كومبيتيشن، وبكده بتكون اسرع عربيه انتجتها شركه بي ام دبليو. العفشه بتاعت العربيه دي مستوحاه من العربيات السبق. العفشه اللي قدام اسمها دبل ويشبون، ودي بتبقى في العربيات السبق فعليا، والعفشه اللي ورا مالتي لينك، وعفشه العربيه بالكامل ادابتيف حسب نمط القياده اللي انت بتبقى ماشي عليه. الكومفورت العفشه بتبقى طريه، السبورت والسبورت بلس والام بتبقى طبعا العفشه بتنشف. منظومه الفرامل العربيه هي فرامل ام ضخمه كربون سيراميك، وعليها كل انظمه الفرامل ABS ABD بريك اسيست هيل هولد كنترول، والعربيه طبعا فيها لونش كنترول اللي هو نظام التحكم في الطلعه بتاعت العربيه عشان العربيه ما تقعدش تفرك منك او تعمل بيرن اوت، تديك احسن طلعه، وفيها دايناميك تراكشن كنترول، وفيها استابيليتي كنترول. والجنوط اللي على العربيه 20 بوصه ورا وقدام ام طبعا، وعليها كاوتشات مخصوص من شركه بريلي اسمها بي زيرو كورسا. نظام الاكزوست بتاع العربيه هو دويل اكزوست من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ ب4 مخرج لخروج العادم، مع تحكم في الصوت بزرار من جوه العربيه. اضاءه العربيه بالكامل LED، الاضاءه الاماميه LED ليزريه لو وهاي بيم، مع رمش كده من LED باللون الاورنج، ده مستوحى من العربيات السبق. والاضاءه الخلفيه بتاعت العربيه كلها فول LED. السي اس بتيجي بشويه حاجات كربون فايبر كده ستاندر فيها، اللي هو الفرونت ليب او الكساحه الاماميه بتبقى كربون فايبر، الهوايات اللي على الكبوت بتبقى كربون فايبر، سقف العربيه بيبقى كربون فايبر، والمرايات بتاعه العربيه كربون فايبر، والليب سبويلر السبويلر اللي ورا بيبقى برضه كربون فايبر، والديفيوزر اللي تحت ومشتت الهواء اللي تحت بيبقى كربون فايبر. وجوه العربيه ظهر الكراسي بيبقى من الكربون فايبر. من جوه العربيه بتبقى افخم ما يكون. العربيه الفرش بتاعها بيجي مغلف بجلد اسمه المورينو، الجلد ده يعتبر من اغلى انواع الجلود في العالم واعلى من جلد النابه، وبيجي فيه تطعيمات بالالكانتارا، وده طبعا بيبقى سعره عالي جدا. ومسند الراس بيجي عليه رسمه حلبة السباق الالمانيه نور بورجرينج اللي الشركه البافاريه بتجرب فيها عربياتها. وطبعا هتلاقي تطعيمات السي اس في كل جزء من العربيه، سواء على الكراسي او على الطابلو او على العتب اللي جنب الباب. العربيه فيها 2 شاشه LCD مقاس 12.3 بوصه. اول شاشه اللي على اليمين دي اللي هي بتبقى الاي درايف اللي فيها كل المعلومات عن العربيه، والناحيه الثانيه اللي هي عدادات العربيه الادابتيف او المتغيره مع نمط القياده. العداد شكله بيتغير مع كل نمط من انماط القياده في العربيه. طاره العربيه بتيجي مكسوه بالالكانتارا بديل من الكربون فايبر. وطبعا الطاره مالتي فانكشن فيها كل الكماليات، وفيها شيفتات عشان تقدر تنقل بالفتيس بتاع العربيه لو انت سايق على الريس مود، او لو انت حبيت تسوق العربيه بنظام المانيوال. والساوند سيستم بتاع العربيه من انتاج شركه هارمان كاردون، مكون من 16 سماعه سراوند سيستم مع امبليفاير بقوه 600 واط. سعر العربيه دي حوالي 142 الف دولار، اللي هو تقريبا بالمصري 3,700,000 جنيه بره مصاريف الشحن والجمارك. قولوا لي العربيه اللي انتوا عايزيننا نتكلم عنها في الحلقه الجايه ايه؟